اهو، مين على الباب؟ ازيك يا ميزو، عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام يا ام تامر، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي. لا معلش، اصل مستعجله علشان خطوبه نهى بنتي. ما شاء الله، الف مبروك. طيب والله عرفينا الميعاد علشان نيجي نعمل الواجب. لا معلش مش هينفع، علشان بس عاملينها على الضيق ومش عازمين حد. او ماله يا حبيبتي، الف مبروك طلباتك. ايوه حبيبتي، انتي عارفه ان انا سجادي قديم، فبس كنت عايزه سجادتين من السجاد الحلو بتاعك ده، شكله نضيف كده ولسه غسلاه. معلش يا ام تامر، مش هينفع والله، علشان انا لسه غسلاهم، وعلى ما غسلتهم تعبوني خالص، معلش والله مش هقدر. معلش هاتيهم وابقي اغسليهم تاني. هو انا كنت عايزه منك كمان طقم الصيني، انا من ساعه ما شفته الصراحه وهو عاجبني قوي، وبعدين انت عارفه الناس كتيره وانا من الاطباق اللي عندي مش هتكفي، فياريت ايه تديني طقم الصيني بتاعي. ايوه حبيبتي، بس انا رصه الصيني بتاعي ورصاه بطريقه معينه، ورصه حاجات تانية جنبيه مسنداه، فما ينفعش ان انا هديهولك. ما تخافيش، انا هحافظ لك عليه ولا هيتكسر ولا حاجه، ما تخافيش، بس انت ما تقلقيش. وبعدين كمان عايزه السفره بتاعتك، ما هو مش معقول يعني هياكلوا على ايه. انا بقولك ايه، انت تجيبي المعازيم بتوعك، وتجيبي بنتك، وتجيبي عريسها، وتيجوا بقى ايه تنورونا كده، وتاخدوا الشقه كمان، ويا ريت تاخدوا العيال وتاخدوا الراجل وتريحوني. لا يا حبيبتي، انت بتعملي كده ليه؟ خلاص مش لازم خالص. انا هنزل عند جارتنا اللي تحت، هتديني كل حاجه ومش عايزه منك حاجه. هي دي اخرتها؟ ماشي، انت ليكي سنة وانت واخدة حاجتي كلها وبتستعملي حاجتي كلها، وفي الاخر مجرد كلمتين تقوم انت تزعلي وتتقمصي قوي كده. مع السلامة يا حبيبتي. عن اذنك يا اختي، اما انزل عند جارتنا حبيبتي اللي تحت. غريبة الشكل والله.